مباريات كأس الخليج في الكويت تسببت في إقبال غير مسبوق على زيارة سوق المباركية الشهير، تناول الطعام أو شراء الملابس والهدايا، بالإضافة إلى شرب الشاي ومشاهدة المنافسات. كل هذا بات جزءا من يوميات أنصار البطولة. بهذا التقرير نختم حلقتنا لهذه الليلة ونستودعكم الله. اللي هي الكويت ما هي سوق المباركية ما راح الكويت، لأن سوق المباركية سوق تاريخ وقديم وجماله كل ماله أني متطور أزيد. ايش شريتي من سوق المباركية؟ صراحة شرينا وايد أشياء. صراحة سوق المباركية بالذات يعني من أحلى الأسواق، وأحسن شيء كان عندكم بوث KDD. الحمد لله من يوم بداية كأس الخليج 2026 زادت 150 أو 200 تقريبا دبل يعني من مبيعاتنا الحمد لله. أمارة السوق تاريخي وجميل جدا يعني ما يوصف. ايش أكثر عملة جاتكم هنا تبغى التغيير أو الصرافة؟ إماراتي، السعودي والدولار. لا، الأقمشة في الكويت دائما غير، يعني معظم الشعب البحريني دائما نجي، فاحنا نستغل كل الفرصة، يعني حتى لو جايين لمباراة جايين لزيارة بسيطة لازم ناخذ الأقمشة من الكويت. طبعا المبيعات الحمد لله أحسن بكثير من الأول، يعني ممكن نقول 100%. الإقبال الأكثر على الكشميري، بس كل بلد لها حاجة معينة، يعني مثلا الإماراتيين يعشقوا حاجة اسمها السمراميس. أيضا بهذه الأقمشة الطيبة. وش اسماء الأقمشة اللي أخذت؟ والله أنا خذيت كشميري واحد، وخذيت أيضا أو كلهم كشميري اللي خذيتهم.